بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وأنا نويت والنية لله إن كل فيديو هنزله إن شاء الله هقرأ سورة صغيرة أو آية من سورة كبيرة أو دعاء أو حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم. والسورة اللي أنا قرأتها حاليا، السورة دي فضلها عظيم في الرزق والبركة. تقدري تقريها وانت نازلة السوق، تجيبي طلبات بيتك وانت طالعة على السطح بتأكلي طيورك، بتقريها 7 مرات. هي سورة قصيرة يعني تعتبر 5 آيات. 5 آيات يعني من الآيات كمان الصغيرين أوي، يعني تقدري تحفظيها بسهولة إن شاء الله. لو كررتيها كذا مرة وقريتيها كذا مرة هتحفظيها بسرعة إن شاء الله زي ما أنا محفظتها. وبحب أقراها كده ولما بطلع على السطح وبأكل الطيور. طبعا كل كلام ربنا له فضل عظيم، مش بس السورة دي، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقول كلام ربنا. وانا عشان كده حبيت ان انا اسجل وابتدي بالقرآن، لان كلام ربنا اعز واجل من اي كلام يتقال. يعني هو كلام ربنا لازم نبتدي بيه علشان حياتنا كلها يبقى فيها بركة وخير ورزق. والقرآن الكريم ده منهج حياة ربنا نزله لنا علشان نمشي عليه ونتبعه. فاللي يمشي عليه ويتبعه بيرتاح وبيبعد عن اي اذى. فياريت كلنا ندخل على الفيديو بتاعنا ونعرف ان النهارده الكتاكيت بتاعتنا كده تمت 4 ايام، وانا فرحانه بيهم قوي وسعيده. دول الرزق كده وخير عندي في السطح، وانا مهتميه قوي 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 بيهم. حاسه ان هم عشان اول مره اربي فراخ بيضه، فانا حاسه ان هم يعني ايه شغلانتي كده الايام دي. يعني رايحه فين؟ رايحه عند الكتاكيت. كنت فين؟ كنت عند الكتاكيت. 5 4 6 7 مرات في اليوم، كل شويه طالعه نازله طالعه نازله. كل شويه اشوفهم عاملين ايه. طب الحراره متظبطه؟ طب بياكلوا؟ طب بيشربوا؟ طب الدواء؟ طيب العسل. طبعا بصوا كان في تحصين كده مشيت عليه 3 ايام، وكنت بعمله الصبح وبالليل كنت بديهم سقوة عسل. ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي 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 قوي. الايام دي بقى في طبعا مضادات كده انا كنت وريتها لكم في اول فيديو، برضو تحصينات مضاد حيوي. تحصينات انا ماشيه عليه حاليا لحد ايه، لمده اسبوع او 10 ايام هيخلص، وهبتدي ان انا اعمل لهم الفيتامينات. تمام. فهم ايه يعني الاهتمام بيهم حلو، بس وتظبيط الحرارة عندهم برضو اهم حاجة. اهم حاجة في الكتاكيت البيضاء هي تظبيط الحرارة، لان لو سقعانين وهيكشوا كده على بعض ومش هياكلوا مش هيسحبوا في الاكل. ده بالنسبة للسقعة. وبالنسبة برضو لو حر، لو مفرهدين كده من الحر برضو هيرقدوا كده، ومش كل واحد هيرقد كده في حتة ومش هيسحب معايا في الايه في الاكل. فالنهارده انا اخترعت اختراع كده وكل شويه عايزه اعمل لهم حاجه، مش عارفه اعمل لهم ايه ولا ايه. ف ابو ادم طلع يبص كده عليهم، فاصطادته بقى. قلت له تعالى بقى، انت جيت لي بقى في ملعبي، تعالى لي. فقلت له انت جيت برجلك. قلت له بص بقى، انا عاوزه اعمل تعريشه كده فوقيهم علشان الجو ما يبقاش ايه صهد، يعني تعمل كده ايه طراوه. تعمل ايه والله طراوه. دوار حبيبي طراوه، عارفين الاغنيه دي؟ فتعمل لهم كده طراوه وتعمل لهم ايه شويه كده طراوه كده عندهم، فاهميني؟ فقال لي بس كده يا حبيبتي حاضر. والله ما خده في ايده نص ساعه. الله اكبر عليه، ربنا يبارك لي في صحته يا رب وفي عافيته ويخلي لي ولاده. حبيب قلبي دوت ابو ولادي. فايه رأيكم بقى؟ بصوا التعريشة على طول على طول دب 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 كده، ما خدتش في ايده. والله الله اكبر عليه، هو اساسا يعني بيحب النجارة وليه في النجارة. فاي حاجة بقى، عايزة اعمل عش، عاوزة اعمل باب، عاوزة اعمل باب سلك، عاوزة عاوزة اعمل اي حاجة، ما بيقوليش لا بصراحة.
طيب دلوقتي بقى تظبيط الحرارة قلنا عند الفراخ البيضة اهم حاجة. كنت الاول كل ما اطلع الاقيهم كده حاسه ان هما مش وكمان اول يوم حطيت لهم كمان اللمبه بالنهار، يعني شوفوا الدنيا حر وانا كمان حاطه لهم لمبه. فقلت لا، قلت لابو ادهم علق لي اللمبه، علقها لي بره العشه خالص عشان انا حاسه ان هما مفرهدين يا عيني. شويه كده اما يكبروا شويه ادخلهم في الاوضه برضو تحسوها طراوه اكتر من السطح بره، لان السطح بره عندي مكشوف. فكل ما الحاجه تكون مكشوفه كل ما يبقى فيها صهد وحراره اكتر، لكن لما تكون الحاجه متعرشه او ليها سقف بتبقى ليها طراوه شويه. طبعا الكتاكيت البلدي بقى اللي هي المشعر دي، ما ولا بظبط لها حراره ولا بحط لها لمبه ولا بحط لها اي حاجه، يعني والله غلابه بسم الله ما شاء الله عليهم. سهلين في تربيتهم، حلوين كده سهلين في تربيتهم. تحط لهم الاكل والميه وخلاص على كده شكرا. التانيين بقى علشان عشان حته بقى التسمين، لازم بقى بتظبط لهم الحراره عشان يسحبوا في الاكل، عشان يسمنوا معاكي بسرعه، عشان دورتهم تبقى حلوه ومنتجه معاكي في الوزن، يعني يدوكي وزن بقى وما يبقاش تربيتهم خساره عليكي، لان انت لو ما ظبطتيش الحراره وما سحبوش في الاكل مش هيدوكي اوزان، ولو ما ادوكيش اوزان يبقى انت كده اكنك ما عملتيش حاجه. فطبعا تربيه الفراخ البلدي احنا اساسا مش عاوزين وزن، احنا عاوزينهم يطلعوا كده رشيقين وسمارت كده عشان يبيضوا بيضه حلوه. مش عاوزين وزن، مش عاوزين تسمين، يعني في الفراخ البلدي احنا مش عايزين تسمين. فعادي ما بتفرقش بقى معانا سحبوا في الاكل ما سحبوش هم حرين. بنسيبهم براحتهم خالص. لكن التانيين دول بقى لو ما سحبوش في الاكل يا نهار ابيض بتبقى كارثه. طيب انا اول مره اربيهم، بس واخده بالي قوي 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 من تظبيط الحراره عندهم والادويه والتحصينات، ويعني شغلانتي اللي ملوش شغلانه على راي المثل، دول الفراخ البيضه دي شغلانتي اللي ملوش شغلانه. بصوا بقى انا علقت اللمبه ازاي من بعيد، طلعتها بره العشه خالص وعلقتها من بره، والتعريشه هي خلاص خلصت، عرشناها والقمرايه بسم الله ما شاء الله. انا بقى بطلع لهم كل شويه، اطلع لهم بالليل، يعني انا في الطبيعي ان انا ما كنتش بطلع بالليل خالص على السطح، والله بقيت اطلع دلوقتي 3 4 مرات بالليل ابص عليهم، ها عاملين ايه، ها بياكلوا ولا لا، ها بيشربوا كده فاهميني، واخدين وقت كله الايام دي. هم بصوا بسم الله ما شاء الله بياكلوا بيسحبوا في الاكل حلو، وربنا يا رب يتم الدورة بتاعتهم دي على خير ان شاء الله، وربنا يرزقنا ويطعمنا منهم ويحسن يا رب ما بين ايدينا، اللهم امين. فان شاء الله كده تكون دورة سريعة ودورة خفيفة علينا، وتكون بقى مش اخر تجربة ان شاء الله، لو نجحت معايا ان شاء الله باذنك يا رب مش هتكون اخر مرة باذن الله، واكيد كل مرة هاخد خبرة عن اللي قبلها وهيبقى الموضوع بالنسبة لي سهل. في ناس كتير بتقولي ما تخافيش تربية الفراخ البيضة سهلة، بس انا متوجزة خيفة يعني. فربنا يستر. هي بتبقى قرف برضو، يعني كده في حاجات كده بتبقى قرف معاكي، في حاجة بتبقى قرفتها حلوة تيجي تعمليها تاني تبقى قرفتها مش حلوة، فسبحان الله. وسواعي برضو كحاجة تربيها تبقى قرفتها مش حلوة تيجي تربيها تاني تبقى قرفتها حلوة، سبحان الله. هي ليها كده يعني ملهاش ظابطة بصراحة، هي تربية الطيور دي ملهاش ظابطة. انا كنت مربيه الفراخ البلد المشعر دي وكانوا بيبيضوا معايا بسم الله ما شاء الله وكانوا حاجه تحفه، وكنت مربيه معاهم فراخ بلدي والاتنين كانوا مع بعض حلوين قوي. وفجاه كده جات لهم الفيروس اللي اسمه نيوكاسيل ده، اللي هو زمان كانوا بيقولوا عليها الشوطه جت يا ولاد. فالشوطه جت عندي وخدت كل اللي على السطح الحمد لله. فسبحان الله كانت قرفتهم حلوه، لكن سبحان الله جت الشوطه ما خلتش عندي ولا فرخ. انا لحقت نفسي وذبحتهم الصراحه ما اكدبش عليكم، لقيتهم كده بيسقطوا واحده ورا واحده واحده ورا واحده، قلت لا، رحت ماسكاهم ذبحهم يجي 7 8 كده، كنا في رمضان، ومليت الفريزر عندي بسم الله ما شاء الله. الفرخه كانت وزن يجي 3.5 4 كيلو بسم الله ما شاء الله عليهم، البلد المشعر دول حلوين قوي.
يعني تربيتهم مش خساره ابدا، يبيضوا يبيضوا يبيضوا، لما تيجي تذبحي الفرخه تلاقيها كده بسم الله ما شاء الله قد البطايه، الله اكبر عليهم، حلوين قوي. البلد المشعر ده هو ده البلد المشعر اللي انا جايباه ما شاء الله المره دي، يكبر معانا كده، وهوريهولكوا بقى لما يكبروا باذن الله، باذنك يا رب. ربنا يحسن ما بين ايدينا ويجعله رزق وخير في بيتنا، ويجعل يا رب الرزق في بيوتنا كلنا يا رب، اللهم امين. التربية حلوة بس ايه، برضك شغل يعني مفيش حاجة سهلة. البط المسكوفي اهو ابتدى يدي معايا بسم الله ما شاء الله، ابتدى يقول معايا اهو. لكن البط اللي هو التاني ده ما معرفش بصراحة، انا شاكة ان هو مش فرنساوي اصلا، انا شاكة ان هو شرشر اللي هو البيكيني ده. بس كله خير برضو، انا هسيبه مش هذبحه بقى مادام ما شالش معايا وزن، معرفش بقى بسبب الصيف الله اعلم بسبب ايه معرفش، بس مادام ما شالش وزن هسيبه يبيض. البيض بتاعه استفيد منه احسن من لا اذبح ايه، اذبح ريش ولا اذبح عظم، لا خليه بقى يبيض. البيض بتاعه بقى هستخدمه في ايه، ادخله في عجة، في عجة اللي هي اللي بالقوطة والفلفل والبصل دي، صينية كده بتبقى جميلة، صينية عجة مش هتبان طبعا لان التوابل بقى والبصل والفلفل والكلام ده مش هيبان، لو زفر مش زفر مش هيبان. مثلا ادخله في طعمية برضو، نعمل عجاية طعمية كده نفطر بيها الصبح. المهم ان هو بيض وفيه بروتين وفيه كالسيوم، الله ما نقولش بقى ده زفر ومش زفر، ما احنا هندخله اهو في حاجات، احنا هنتلكك بقى هو حد طايل كله خير من عند ربنا الحمد لله. فاحنا مادام مش هيدينا وزن يبقى ناخد منه بقى انتاج بيض ان شاء الله باذن الله، ربنا بس يستر ويبيض عشان يكسفني وما يبيضش كمان تبقى نيله بقى. يلا كله خير الحمد لله. فان شاء الله المره الجايه هجيب مسكوفي بس، وفراخ بيضة بقى طبعا. هنملى البيت خير ونملى الفريزر، والدورة تخلص هعمل غيرها ان شاء الله باذن الله، الدورة تخلص هعمل غيرها. ربنا يدينا العمر ويكرمنا ويرزقنا، وهنعمل مع بعض كل الدورات ان شاء الله، ونربي مع بعض ونكتر الخير. ويلا بقى طولت معاكم الفيديو معلش، ويلا مع السلامة.